إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا الحفل الختامي، حفل توزيع جوائز الدورة الفكرية، والتي وفقنا الله تبارك وتعالى لإقامتها على 3 أسابيع درست فيها 6 قضايا، وتم فيها امتحان، وكان هذا هو الحفل الختامي لهذه الدورة. وخير ما نبدأ به هذا الحفل بإذن الله تبارك وتعالى آيات من كتاب الله مع أخونا محمود شاهين، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جزا الله أخانا خير الجزاء على هذه التلاوة المباركة. والآن مع كلمة شيخنا وحبيب قلوبنا ومربينا، نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك في عمره وعمله، شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد فوزي، فليتفضل مشكورا مأجورا مؤيدا من قبل الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. كل واحد منا الآن وقبل الآن في قلبه من الحزن ما يكفي أزمنة، والآن الناس في خلط، والحقيقة ضائعة، والكل يلوم الكل والبعض يلوم البعض، والأمور مختلطة، فصار إطلاق الفوضوية على واقعنا هو الإطلاق الصحيح. إيه هي الفوضوية؟ الفوضوية هي اختلاط الأمور بعضها ببعض، والفوضوية يرادفها العبث، ولذلك يقول ربنا عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. فأهل العلم وأهل اللغة جعلوا العبث مرادف للفوضوية. إذن الفوضوية هي الفوضوية في العمل، فلا هدف محدد، فلا هدف محدد. النهاردة احنا 50 واحد، المفروض بعد 6 شهور بعد سنة يكون الضعف أو نصف الضعف على الأقل موجود، الساحة خصبة. لكن السبب في هذا الزهد والسبب في هذا العقم هو تاهت ملامح الهدف، تاهت ملامح
الهدف المحدد، فلا هدف محدد ولا عمل متقن. احنا الصورية خطر على عملنا، افهموا، الصورية العمل خطر شديد جدا، انك بس فقط صورة ولا عمل متقن، اعماله ارتجالا. العمل الارتجالي زي ما يجي، يبدأ في العمل ثم يتركه. يعني مثلا الاخوه حاسين بقى بالكلام ده، هدرس فقه ماشي، يخلص الطهاره ويروق ما عادش يجي تاني. هحفظ القران، سوره البقره ال عمران، كل الناس بدوا حياتهم كلها كده، ويقف عند ال عمران. ليه؟ يبدا في العمل ثم يتركه، ويشرع في هذا الامر ولا يتمه، ويسير في هذا الطريق ثم يتحول عنه. إشكالية. طيب الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده، ما حدش منكم شاعر هذا الأمر؟ ما حدش يشعر بهذا الأمر؟ أنا متأكد الأكثر يشعرون بهذا الأمر. يا جماعة، العمل الفوضوي له مفاسد عظيمة ومفاسد شديدة في حياة المسلم، ومن ابتلي بهذا الداء فإنه سيعيش غارقا في مفاسد أو مفسدة. من مفاسد العمل الفوضوي، انتبه، أول مفسدة من مفاسد العمل الفوضوي ضياع الأوقات والطاقات. ضياع الأوقات والطاقات. إبراهيم عليه السلام كان أمة. طب المجموع ده ما يقدرش، واحد ما يقدرش يزعزع الكفر، يزعزعه، لكن فين الهمة؟ فين الهدف؟ فين الغاية؟ لذلك أخطر حاجة على حياة المسلم وعلى دعوة المسلم الفوضوية، التي هي أول مفاسدها ضياع الوقت والطاقات. فإن الفوضوي تذهب عليه الأوقات ويتخبط في أحواله، تطيش أفعاله في كل مكان، وتمر الساعات تلو الساعات هدرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفوضوي في قمة الخسران، في قمة الكلام ده للكبير والصغير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نعمتان مغبون، الشباب أحوج ما يكون إلى اقتباس والتماس هذه الأوقات، فلم يستغل شبابه قبل هرمه، ولا صحته قبل سقمه، ولا غناه قبل فقره، ولا فراغه قبل شغله، ولا حياته قبل موته، وهو في ذلك يعيش عقوقا لوقته. الوقت خدوا بالكم يوم القيامة هيقول له ده فلان عقني الوقت. لذلك أنا من حوالي 5 سنوات كده كان في فرنسا في الوزارة واحد اسمه وزير الوقت. شوف، وزير كذا وكذا وكذا، ومن ضمن حقائب الوزارية ايه؟ فلان وزير الوقت. طب لو احنا عملنا وزير الوقت الناس تضحك علينا. ليه؟ لأننا لا نعرف قيمة الايه؟ الوقت. يبقى إذن يا جماعة أول مفاسد الفوضوية ايه؟ إهدار الايه؟ ضياع الوقت والايه؟ والطاقات. 2، بعثرة الجهود. بعثرة الجهود. إن الأمة الإسلامية تحتاج إلى جهود أهلها بعامة الناس كلهم، فالثغرات كثيرة. تفكر فلان وفلان بيتزحموا، لا يا جماعة، ده احنا عندنا الأرض تسح كثير، لكن جهلنا هو اللي بخلينا نقف قصاد بعض.
وإلا الساحة كتيرة جدا. الساحة لو أنت عايز تدعو مليئة، بس الإشكالية إن أنا عايز أقوم أخويا من على الكرسي اللي هو قاعد عليه، بس الكراسي كتيرة، بس أنا بقول له لا، أنا عايز أقعد مكانتي، أنا عايز نقعد هنا، والكراسي كثيرة. هذه مزاحمة الأصل فيها تبذيد الجهود. كل مسلم مطالب ومسؤول عن هذا الدين، سواء كان كبير ولا صغير، سواء رجل أو امرأة. ولما كان هذا الأمر أي هذا الدين بهذا الشأن، كان الفوضى هي بعثرة للجهود وإهدار للأهميات، ثم إن الواقع نفسه كلكم تشهدون بالفوضوية. حتى الدولة نفسها فيها فوضوية. ثالث مفسدة، الكلام ده ممكن تكون أنت كفرد، وبعدين كجماعة، وبعدين كعائلة أو عشيرة أو إلى أن تقول قطر وتقول أمة برضو، لو كانت الفوضى فيها كده. الفشل الذريع، الفوضى تعني الفشل، والفوضوي إنما هو واقف في محله لا يتحرك. إن تحرك حركة غير مجدية، وحركة غير مثمرة، أو حركة ميتة لا تسمن ولا تغني من جوع. ولذلك المفسدة الرابعة إيغال الصدور. إيغال الصدور، أن الفوضوي يتدخل في صلاحية الآخرين، يبقى يترك عمله ويقعد ينتقد الأعمال الأخرى، وهو لا يتقن عمله ولا يجيده، ومع ذلك هو مهتم ومتطلع للآخرين. هذا مفسدة كبيرة تؤدي إلى إيغال الصدور، أو يقصر في حقهم فلا يراعي الضوابط الشرعية ولا حتى الآداب الاجتماعية، فتكون العاقبة من بعد هذا النفور والقطيعة الأمر الذي يؤدي إلى الفرقة والتنازع والتمزق. طب ليه؟ لو احنا بنفكر، انت ليه بتلزمني ان انا امشي وراك وانا واقف على ثغر معين؟ ليه تريد انت انا اسير وراك وانا افكر كما انت تفكر، وانا واقف على ثغر انت لا تستطيع ان تقف عليه؟ ليه؟ ما هذا هو الفوضوية التي ادت الى الانهزام امام بضعة من العلمانيين والليبراليين. بص، اجلس تجد شباب وبنات، ولك لجنة ايه ده؟ والله يا جماعة احنا هنخسر كتير جدا لو اللجنة 50 دي رجعت اللي عايزاه، وهتشوفوا اذن لو أننا كل واحد منا أخذ ثغر ورابط عليه وكان هناك شيء من التعاون، ما كان هذا الموقف. أنا لا أصوف فلان ولا أخطئ فلان، أنا أقول أن انشغالك بالآخرين وترك عملك الأساسي أنت، هذا فيه إيغال للصدور. يبقى إذن الأمة مصابة بالتمزق والتفرق ويعني فرقة. والله عز وجل ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. الحديث حتى القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وليس بعد الظلم إلا انفصام عرى الأخوة بين المتحابين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. مش ممكن، لازم واحد عمل خطأ
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المفسدة الخامسة يا جماعة الفتور والانقطاع. انتوا، أنا بقول الكلام ده وانتوا اوعى حد يكذب إحساسه. الكل في فتور وانقطاع، ساكت، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يروح فين. الناس أقل علما وفهما يقول لك والله احنا ضايعين، ده احنا كنا قبل الثورة أحسن من كده. صحيح. ليه؟ قبل الثورة كنا صحيح احنا كنا ملاحقين من كل حتة، لكن كان في معنى إيماني اللي هو معنى التوكل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ازاي؟ احنا بنقول يا رب احنا مضطرين وبنعمل ونلاحق، ومع ذلك العمل قائم. ولذلك احد العلماء يقول ايه؟ العمل في الشدة أبرك من العمل في الرخاء. شفت العمل فين؟ في الشدة أبرك من العمل في الرخاء. يا ترى ليه؟ يا ترى ليه؟ المعنى الوحيد أن الذي يعمل في الشدة موصول بينه وبين الله. خد بالك إيه موصول؟ يعني يحتاج إلى ربه في كل الخطوات. لذلك لما ركن إلى ربه وأنس بربه رحمه ربه وكلل أعماله بالنجاة. زي بالضبط ممكن تبقى أنت فوجئت كده وأقول لك مفيش خطيب، تعال أنت اللي هتخطب، صح؟ مفيش مفر. تبص خد بالك يطلع يخطب تكون أفضل خطبة خطبها في حياته. ليه؟ هو قاعد لما طلع المنبر قاعد يقول يا رب، والمؤذن بيأذن بيقول يا ريت الأذان ياخد نص ساعة في الأذان. ليه؟ هو يعني شاعر بالشدة فيقول يا رب، فتطلع الخطبة من أفضل الخطب. إنما واحد بيقول لك أنا هنخليهم يعيطوا النهاردة من أسبوع وقال والله مخلي الصف الأولاني كله يعيط، بتطلع الخطبة ولا حاجة، ولا حتى هو يطلع مبسوط ولا الناس تطلع مبسوطة. يبقى إذن يا جماعة الفتور اللي احنا فيه ليه؟ لا انت ذائق طعم قيام الليل، ولا طعم درس، ولا طعم ورد قرآن، ولا انك ليك مجموعة بتعلمها، ولا صح كده ولا لا يا شباب؟ لازم من المعاودة، لازم. الفوضوي لا يرى ثمارا تشجعه على مواصلة الطريق، بل الضد من ذلك يشعر بالإفلاس وتتوالى عليه الاتهامات بالإهمال وإنه مش متقن، فتكون نهاية يعقبها توقف وانقطاع. المفسدة السادسة فقدان الحكمة في التعامل في الأمور. سادس المفاسد فقدان الحكمة في التعامل مع الأمور. وده برضه الكلام ده مهم لإخواننا اللي ربنا عز وجل استعملهم في الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى لين، تحتاج إلى صبر، بالك، وإلا تتحول الدعوة إلى مناظرات ومجادلات وغير ذلك. طيب الفوضوية لا تنشأ إلا عن النظرة السطحية. خد بالك النظرات السطحية، خد بالك ما فيش حد كده ينظر عنده بعد نظر، ما فيش حد بينظر للمقالات ايه اللي هيحصل. ندرس
مآل الفعل ايه. يبقى إذا أردت أن تكون نظرتك بعيدة فلا بد أن تنظر إلى الماضي والواقع والمستقبل. حتى في أصول الفقه باب اسمه باب المآلات. باب الايه؟ المآلات. إن الفعل ده الأيلولة بتاعته ايه؟ طب أنا الصمت وعدم الإنكار أولى. ليه؟ لو أنا أنكرت على هذا الرجل يسب الدين، يبقى يا ليتني ما تكلمت. ولا تسبوا الذين يدعون من دون فيسبوا الله ايه؟ عدوا. أنت عندما ترى منكر أنت تريد أن تزيل المنكر لأن الله عز وجل أمرك والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تنظر هل إذا أنا أنكرت على هذا الرجل المنكر الذي هو عليه بإنكار سيقل أو إنكار منكر يزيد. مرة وإحنا كنا بداية التزامنا كده، كان ده سنة 77 أو 78، لسه كنت في الثانوي، كنت في سنة رابعة أتذكر، يعني رابعة ثانوي، واحنا في القرية. وبعدين بقى ما كانش ناس تعرف إلا والعصر إن الإنسان في خسر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هي الآيات دي. ففي يوم من الأيام أنا قريت الشمس وضحاها، بس الشمس وضحاها في ركعة. بص الدنيا اتقلبت. قالوا له يا جد محمد ده النبي أرى في ركعة واحدة سورة البقرة وآل عمران ودخل في النساء. خد بالك. والركعة دي كان بيزيد على ساعتين ولا حاجة هم واقفين. هو عارف السلك بقى، سلك الكهرباء الرفيع اللي هو من يضرب من أول حاجة تركب سخان مثلا يجي عامل قفلة في البيت كله، بس كده. قلت له الصحابة، قال لي نعل أبوهم كده على طول. أنا بقول لكم كده ليه؟ قعد يقول بقى كلام جامد. سببه أنا مش حد تاني، سببه أنا. ليه؟ لأن أنا اللي قلت. لأن الراجل ده مش هيتحمل نقول له إن الصحابة صلوا في ركعة 3 ساعات. وما قلتوش أصل الكلام ده كان بالليل أبدا. يبقى أنا نفسي مخطئ، أنا مندوب فاشل. عندما نعرض القضية نعرضها عرض يكره الناس في الإسلام. السؤال، احنا دلوقتي بنمشوا تحت جنب الحيطة، لو ما جبتش يا محمد يخبط لك كده يا مرسي، هتقول ايه؟ شوف ده كلمة مرسي أخف حاجة. المحترمين يقول لك يا مرسي. طب انت هتقول له ايه؟ يا شفيق؟ ولا هترد تقول ايه؟ ولا تمشي على طول؟ خد بالكم ليه الناس بقى. انت لما تكلم واحد تقول بس ما انتوا ودتونا فين وعملتوا فين. الحاصل ان احنا الان لابد نتحلى بالصبر ونصر على الدعوة إصرار، ولا بد أن نسير على الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. محدش يقدر يعمل لنا حاجة، وحندعو إلى الله ومحدش يقدر يوقفنا. مهما وضعوا العراقيل سندعو إلى الله عز وجل. لكن الحكمة يا جماعة في الأمور، احنا خسرنا كتير بسبب ايه؟ بسبب اننا لا نصغى للآخرين ولا نستمع للآخرين إلى غير ذلك. إذا فقدان الحكمة والتعامل مع الأمور. أنا هذكر لكم صور من الفوضوية. مثال، فوضوية في طلب العلم. الإخوة ماسك الكتاب وجاي، فهمني كده، أسبوع واحد. إيه الفوضوية؟ الفوضوية في الفتوى بغير علم، إضاعة الجهد وإضاعة المال. فتجد الفوضوي في طلب العلم ولا كان جبت المغني
هو مدرسة حاجة لسه خالص، خد بالك. ودلوقتي الحمد لله أنا جبت كتاب المغني، وجبت كتاب المجموع للنووي، وجبت كتاب المالكية والمبسوط للحنفية، وبنقرأ الموضوع في كل الكتب الكبيرة دي. والله يا عم ده احنا لما نقرأ فبنغرقه. عايزين واحد يصحح لنا، خد بالك، عايزين واحد فعلا. والله أنا أتذكر ان انا قعدت سنه كامله في 30 ورقه في مقدمه الخرطوم، سنه كامله مع احد العلماء، 30 ما كملش 100 صفحه في سنه. ليه؟ النهارده طالب العلم لازم اذا اراد ان يكون ناجحا فلا بد من التدرج، حتى لو كنت انت ذكي. ولذلك هضرب لكم مثال بسيط. كان هناك احد الطلاب نشأوا على قدر كبير من الذكاء، وذهب إلى أحد شيوخ الشافعية ويسمى القفال الشاشي رحمة الله عليه من علماء الشافعية. فالطالب ده ذهب إلى الشيخ وهو ذكاؤه ملأ صدره، ذكاء جامد جدا. فالشيخ هو اعتقد ان الشيخ بمجرد ان يراه هيقول له اقرا في اوسع الكتب. فلما جلس اداله مختصر، قال له احفظ عنوان الكتاب بس، هذا مختصر. شوف واجب بقى، خد بالك لما يجي واحد بقى طموحه ان تقول له اقرا في فتح الباري ولا المجموع، وتقول له بس تحفة الأطفال، احفظ الاسم ده، تحفة الايه؟ الأطفال. طب انت تعرف تعمل ايه؟ ده انت لو على مستوانا كده يروح يقول له عمره ما هدخل عليه. بس شوف العلاقة بين التلميذ والأستاذ. لو أنت أصلا بتحضر دكتوراه وجيت تطلب علم عندي مثلا، قلت لك بص تحفة الأطفال، احفظ لي بس كلمة تحفة الأطفال عنوان الكتاب، ماذا ردنا؟ كيف؟ لكن الطالب مؤدب، والشيخ يريد أن يعلم الطلاب على أمور كثيرة. فلما أخذ الكتاب وذهب إلى بيته، هو قاعد يقول هو الشيخ بيعمل كده ليه؟ هل ده لغز؟ هل ده فقعد طول الليل يقول هذا مختصر، وخايف ينسى كلمة ايه؟ انتبه. فلما قام وذهب إلى الشيخ وهو في الطريق نسي، خد بالك، نسي كلمة هذا مختصر عشان أعرف تشوف اللي ايه. انتبهوا. فثاني مش لما يجي هيقعد بين يد الشيخ يعمل ايه بقى؟ فلا واحد سرح بالبقر والبهايم، قال له يا شيخ فلان انت طول الليل قاعد تقول لنا هذا مختصر هذا مختصر. فانظر، خد بالك، راجل ماسك البهايم وماشي، خد بالك، هو اللي فتح عليه وهو اللي بين له. ليه؟ الإنسان إذا أصيب بالكبر والعجب حرم. ولذلك يا إخواني الفوضى في التعامل مع الأوقات، إعطاء العمل البسيط ما يستحق في الجهد إلى غيره، مسائل كثيرة نرجو إن شاء الله يكون في وقت غير ذلك نبين لكم هذا الأمر. وأنا بقول طلب العلم يا جماعة في أيامنا ده مهم جدا، والله حتى للكبار. عايز أقول حتى يعني إخواننا الكبار وآبائنا وأجدادنا، ما تحرمش نفسك، تعال اقعد. والله حتى لو لم تكن إلا أن تذكر اسم الله وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وانت هم القوم لا يشقى ايه؟ هم القوم لا يشقى ايه؟ جلسوا. ما تقولش والله أنا أبدا أقعد واسمع، ولو عن لك سؤال اسأل. بس هو أنت قاعد في البيت بتعمل إيه؟ ما أنت قاعد قدام التلفزيون بس، وقاعد تشاغف فيك ابن حفيدك وغيره. بس أنت كبرت في السن، ارمي نفسك في أحضان الناس الطيبين والصالحين. وبنذكر إخواننا أهمية طلب العلم والحرص على طلب العلم والاهتمام بالمنهجية في التعلم. المنهجية، إنما الفوضوية في التعلم يعني عملت لنا شروخ، عملت لنا شخصيات وهمية، عملت لنا شخصيات فوضوية.
خدوا بالكم. لكن احنا عايزين العلم الممنهج المتلقى. نشوف ابن حجر اتعلم ازاي، نشوف شيخ الاسلام ابن تيميه اتعلم ازاي. ما دي مناهج التعلم والتلقي. انما تقعد يقول لك واحد عامل لي منهج والتاني عامل لي مش عارف منهج. مين يا عم؟ يا عم انت تعمل مناهج ليه؟ انت شوف العلماء دول تتعلموا ازاي، انك تعرف المنهج. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا. اللهم بصرنا يا رب، واهدنا واهد بنا، ثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الحق. اللهم اجعل الحق على أيدينا. اللهم انصر الإسلام بنا. اللهم فرج كربانا واشف مرضانا. وصلى الله على محمد.